اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين متابعين قناه جديد سبورتس في كل مكان واكونت جديد 99 على التيك توك والانستجرام. انتهت مباراه نادي الزمالك والمكون العرب في الدوري المصري بالتعادل الايجابي بهدفين كل منهما، والمباراه اللي على اثرها خطف ذئاب الجبل التعادل من الزمالك في الدقيقه 92 في اللحظات الاخيره، والمباراه الاولى تولى فيها ازيرو القياده الفنيه لفريق نادي الزمالك. يعني لسه طبعا مش هنقدر نقيم المدرب حتى الان، لسه بدايات في البدايه، مش هنقدر نتكلم عن المدرب، ولكن نقدر نقول يعني راجل الى حد ما بضع يعني تريكات بسيطه جدا في الناحيه الهجوميه. اما بالنسبه للنادي الاهلي يعني فاز على سموحه بهدفين مقابل لا شيء، ومباراه شهدت طرد الشناوي في اخر دقيقه بسبب طرد ساذج جدا جدا بسبب ان هو ضرب لعيب سموحه بدون كوره. وكانت مباراه يعني مستواها جيده، النادي الاهلي مش كويس قوي ولا وحش قوي. ده بالنسبه للمباراتين النادي الاهلي والزمالك. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان الكهرباء توقف من 12 مباراه، ولكن سيتم الطعن على القرار بتاع لجنه الانضباط. كان محمد قضا الله.